في أغسطس 2026 تلا وزير المياه الإثيوبي هابيتامو إتيفا بتصريح خطير ومستفز. قال فيه بمنتهى الصراحة إن تدفق مياه النيل لدول المصب هيبقى من هنا ورايح تحت الاختبار التجريبي والتصرف الإثيوبي، وزاد عليها واتهم مصر إنها بتقود حملات إعلامية مضللة لحرمانه من حقه في التنمية. طبعاً الرد المصري جه حاسم وهادي من مصدر مسؤول، وصف التصريحات دي بإنها إمعان في العناد الإثيوبي الأحادي واستمرار لأوهام فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك. بس الغريب والمريب في القصة دي مش مجرد تصريح استفزازي. الغريب إن السد القديم اللي بقالهم 14 سنة بينوه لحد النهاردة مش شغال بكامل طاقته، ورغم كده أديس أبابا سايبة أزمتها الفنية والاقتصادية وطلع تعلن عن مخطط لإنشاء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق. والأدهى من ده كله إن السد المحاط بأسئلة التمويل بقى محاط كمان بنظم دفاع جوي متطورة، في تقارير وتأكيدات بتشير إن إسرائيل هي اللي قدمتها لحماية جسم السد. هو إيه اللي بيحصل فوق في هضبة الحبشة بالظبط؟ وليه إثيوبيا مصممة تكمل في الطريق ده بأي تمن؟ ومين اللي بيدفع الفاتورة وبيحمي المشهد من ورا الستار؟ أهلا بيكم. الليلة بنفتح ملف مياه النيل من الأول وجديد، وبنفك لغز السدود الإثيوبية بالكامل. اربطوا الحزام ويلا بينا. تعالوا بقى ندخل في غيابات الجب ونفهم حجم الكارثة بالأرقام، عشان الأرقام هنا مش مجرد بيانات، الأرقام هنا مرعبة. في مارس 2026 كشفت إثيوبيا عن تحركها لبناء 3 سدود جديدة دفعة واحدة على النيل الأزرق لإنشاء وتوليد الكهرباء وربط الشبكات. السعة التخزينية المجمعة لل3 سدود دول لوحدهم بتوصل ل 140 مليار متر مكعب من المية. ركز معايا كويس قوي في الرقم ده عشان تستوعب الصدمة. سد النهضة لوحده اللي قلب الدنيا ودوخ المنطقة في مفاوضات بقالها 14 سنة، سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب. لما تضيف عليهم بقى 140 مليار بتوع السدود ال3 الجداد، يبقى السعة التخزينية الإجمالية لشبكة السدود الأثيوبية على النيل الأزرق هتعدي 224 مليار متر مكعب. انتوا متخيلين يعني إيه 224 مليار متر مكعب؟ عشان أبسطها لك وتتخيل الحجم، الرقم ده يعادل أكتر من 4 أضعاف الحصة السنوية الكاملة لمصر من مياه النيل، اللي هي 55.5 مليار. يعني إثيوبيا بالشبكة دي تقدر تحجز ورا سدودها مياه تكفي مصر لمدة 4 سنين كاملة من غير ما تنزل قطرة مياه واحدة لتحت. إحنا هنا مش بنتكلم عن مجرد سد تاني أو تالت عشان يولد كهرباء وينور قرية، إحنا بنتكلم عن إعادة تشكيل جغرافية حوض النيل بالكامل. بنتكلم عن تحويل النيل الأزرق اللي بيمثل وحده الشريان الرئيسي وبيقدم من 59% ل 68% من إجمالي مياه النيل اللي بتوصل لمصر لسلسلة بحيرات أثيوبية مغلقة. طب ده معناه إيه فنياً وسياسياً؟ معناه بوضوح شديد إعطاء أديس أبابا قدرة مطلقة وغير مسبوقة على التحكم في توقيت وكمية ومعدل المياه اللي بتنزل لمصر والسودان. يعني بالبلدي كده، المحبس بالكامل أتحول لمقبض أثيوبي خالص. لو قرروا يقفلوا المية في سنوات الجفاف عشان يملوا سدودهم الجديدة، دول المصب هيواجهوا الطش والجفاف العجاف. ولو قرروا يفتحوا المية فجأة بنسب كبيرة عشان يحموا سدودهم المتتابعة من الانهيار، دول المصب ممكن تواجه فيضانات وسيول جارفة. الأطروحة الأثيوبية اللي كانت بتقول إحنا بنبني سد عشان نولد كهرباء ونخرج من الفقر سقطت تماماً أمام الواقع الجديد. اللي بيحصل ده مش ملف تنمية، ده إعادة كتابة لميزان القوى المائي في القارة الإفريقية. نوصل بقى للجزء الأكثر إثارة وسخونة في الحكاية كلها، الجزء اللي بيجاوب على السؤال المستحيل: مين اللي بيدفع الفاتورة من تحت الترابيزة؟ ومين اللي حاطط درعه العسكري عشان يحمي المشروع ده؟
عشان نكون منصفين وموضوعيين أمام المشاهد، لازم نفرق بدقة جراح بين الكلام الرسمي المعلن 10 وبين الشواهد الواقعية الموثقة على الأرض. أولاً، لغز التمويل الشبكي. فلوس مين دي؟ رسمياً أديس أبابا بتتغنى بأن السد ده مشروع وطني خالص، اتصرف عليه من قوات الشعب الإثيوبي عبر سندات محلية وتبرعات الموظفين، والبنوك الدولية الكبرى زي البنك الدولي أعلنتها صريحة: مفيش دولار واحد هيخرج للسد بدون اتفاق ملزم بين دول الحوض. لكن لما تدقق في حركة رؤوس الأموال الشاغلة في المشروع، تكتشف إن التمويل أخد شكل تفافي خبيث. التغلغل الصيني الحاسم. الصين ما أدتش كاش لإثيوبيا تبني بيه خرسانة، لكن هي اللي اتكفلت بالعصب الحيوي للسد. ضخت 1.2 مليار دولار سنة 2013، وزادت عليهم 1.8 مليار دولار سنة 2019 لبناء محطات التحويل وخطوط الضغط العالي الضخمة. وفي 2026 كشفت تقارير استخباراتية واقتصادية عن خطوط ائتمان صينية وتعهدات بضخ 5 مليارات دولار كدفعة أولى لمشاريع السدود الجديدة. الصين هنا مش بتبني سد، الصين بتثبت رجليها كشريك اقتصادي وهيمنة على قرن إفريقيا. الأثر والمخطط الأمريكي القديم. الحكاية مش وليدة النهاردة ولا وليدة 2011. لو فتحنا الأرشيف ورجعنا لسنة 1964، هنلاقي إن المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي USPR هو اللي عمل المسح الجيولوجي الكامل لحوض النيل الأزرق، واختار بيده المكونات والمواقع الهندسية ل4 سدود رئيسية، وكان من ضمنهم الموقع الدقيق لسد النهضة الحالي اللي كان بيسمى وقتها سد حدود. يعني الخريطة اللي بتنفذ النهاردة مرسومة في واشنطن من أكتوبين من القرن الماضي. ثانياً، الضلع الإسرائيلي. مين بيحمي السد فوق الهضبة؟ ده بقى الملف اللي بيثير العجب وبيحط 1000 علامة استفهام حول النوايا الحقيقية. إثيوبيا وهي بتبني السد كانت مرعوبة من أي سيناريو يستهدف جسم السد أو يعطل العمل فيه. ومين اللي دخل على الخط عشان يأمن الموقع؟ إسرائيل. تقارير إعلامية ودبلوماسية وعسكرية موثقة كشفت إن إسرائيل زودت إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي متطورة من طراز سبايدر، أوغوستا سبايدر، وهي منظومات صاروخية قصيرة ومتوسطة المدى متخصصة في التصدي للطائرات والصواريخ والمسيرات، وتم نصبهما وتوجيههما بالكامل في محيط سد النهضة لتأمين جسم الخرسانة والبحيرة. مش بس كده، ده فيه تقارير بتتكلم عن وجود خبراء وفنيين أمنيين ومحطات استخبارية لتقديم الدعم الفني والإنذار المبكر في قاعدة السد. طب تعالوا نفكر مع بعض بالبلدي كده. لما تكون دولة زي إسرائيل بتدخل بسلاح ودفاعات جوية وتكنولوجيا أمنية لحماية سد بيخنق شريان المياه الرئيسي لمصر والسودان، هل الموضوع هنا مجرد مساعدة لدولة صديقة تبني كهرباء؟ ولا الموضوع شبكة مصالح معقدة هدفها خلق توازن رعب جديد في المنطقة؟ الهدف منه إن مصر تفضل طول الوقت عينيها مشغولة ومربوطة بملف وجودي حرج في الجنوب، عشان حركتها السياسية تضعف في باقي ملفات الشرق الأوسط والشرق الإفريقي. السد هنا خلاص خرج من كونه مجرد مشروع خرساني لتوليد الطاقة، وتحول لكارت ابتزاز جيوسياسي وموقع عسكري مدروع بتحالفات دولية وإقليمية. في النهاية، لو جينا نلخص الموقف بكل أمانة موضوعية، من الناحية الإثيوبية المعلنة، أديس أبابا بتقول إنها دولة فيها أكتر من 50% من السكان ما عندهم كهرباء، ومن حقها تستغل مواردها الطبيعية وفق القانون الدولي بدون إلحاق ضرر بالآخرين. لكن على أرض الواقع السياسي والعسكري، السلوك الإثيوبي من رفض توقيع أي اتفاق قانوني ملزم للهروب لمتاهة سدود جديدة مع وجود حماية ودفاعات جوية إسرائيلية
وتمويلات بنية تحتية صينية ضخمة، بيبين إن الموضوع مزيج خطير بين حاجة تنموية حقيقية للكهرباء وبين رغبة في فرض الهيمنة السياسية واستخدام مياه النيل ككرت ابتزاز وضغط على القرار السياسي المصري. المشكلة إنه كل يوم بيعدي من غير اتفاق ملزم أديس أبابا بتبني فرض أمر واقع جديد على الأرض. السؤال اللي محتاجين نفكر فيه كلنا وبسأله لكم النهاردة: هل بتشوفوا إن موضوع السدود ده أزمة مياه وتنمية في المقام الأول؟ ولا هي لعبة سياسية وجيوسياسية مقصودة للضغط على مصر؟ شاركوني آرائكم وتعليقاتكم تحت، ولو الحلقة كشفت لكم زوايا جديدة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم حلقاتنا أول بأول. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.